موعد إخباري جديد، أهلا بكم. دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأن خطر الإرهاب لن يتوقف عند منطقة الشرق الأوسط، وإنما سيتعدى إلى الولايات المتحدة ودول أوروبا. تصريحات خادم الحرمين جاءت خلال استقباله عددا من سفراء الدول العربية والأجنبية. أطلب منكم هذه الرسالة لنقلها إلى زعمائكم: محاربة هذا الشرير بالقوة وبالعقل وبالسرعة. عمل الآن في الأمم المتحدة أول دفعة من يعني البلاد عامة، وهي من المملكة العربية السعودية، لا أخذ مكان لا محاربة الإرهاب، لأن هذا الإرهاب ما يبي له إلا السرعة والإمكانية. أنا متأكد بعد شهر يبون يوصلون إلى أوروبا، وبعد شهر ثاني إلى أمريكا. وأقول هالكلام في هالمكان وحطوا بالكم له. ولكن إني أوصي إخواني وأصدقائي زعمائكم إنهم يباشرون بتلبية هذا المكان اللي يخصص للإرهاب بكل سرعة.